ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه من امبارح في سكتين. سكه الاستاذ وائل الابراشي ملوش دعوه بيها، وسكه من المفروض انه يكون له دعوه بيها. ايه السكه اللي له دعوه بيها ملوش دعوه بيها؟ ان طلع واحد اجهل من دابه الحقيقه، بدأ يألف شكل جديد على مسألة أن تهب المرأة نفسها وتبقى ملك يمين ونخلص الليلة. طبعا سمعت كلام غثاء ينم عن ان صاحبه لقوا كاتبين لك المفكر الاسلامي. اي حد دلوقتي بيهرش في راسه، يهرش عارف يبقى كده بيهرش، يسموه مفكر اسلامي. فالاخ المفكر الاسلامي ده جاي عمل قوانين جديده لملك اليمين، وجايبينه كاتب كتابه مش عارف على واحده، هو اللي انا ما اعرفش طبعا هو كاتب كتابه ولا كاتب كتاب حد ولا حاجه. المهم لقيت واحده وبيبوسها في الشاشه كده قدام الناس وبتاع، وعايز يمشي الليله ويقول لك انا بعمل كده عشان ارحم المذيعات. ناس دول يريدون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، عايزين يبوظوا بناتنا وولادنا، عايزين يبوظوا بناتنا وولادنا. فاكرين زمان قوي اول طلوعي في التلفزيون انا كنت في قناه اقرا، كنت بتكلم عن عادل امام لما مش عارف زمان كده كان اتجوز سعاد حسني في فيلم وحاجه، وقالت له فين الشهود، راح الكاميرا جايه على طير في السماء بيجري كده حمام وبتاع، قال لها هم دول الشهود علينا، وموسيقى تصويريه وجو كده بتاع زمان قوي اللي كنا بنتربى على مفاهيم خاطئه. فاستغربت جدا ان شفت اللقطه دي وتابعتها، وطبعا ما كانش فيه يوتيوب ساعتها او حاجه، انما الشيء اللي خلاني استغربت ان احنا نأكد على مفاهيم الناس انه عادي اجيب بنت واتجوزها. وكنا ساعتها بقى لقينا انتشار فظيع لجواز الطابع، فاكرينه في الجامعه، وجواز الوشم وجواز البريد وجواز الكاسيت. كانت انواع من الزواجات كده نزلت جديده في الجامعات، وكانت مسخره الحقيقه، ابتدت تنتشر في المجتمع المصري وفي الجامعات خصوصا بشكل غير مسبوق. فالراجل اللي جالنا النهارده ده انا قعدت اتفرج عليه، كان قاعد قدام الدكتور عبد الله النجار، رجل جهول بمعنى كلمه جهول يعني. والناس الحقيقه حتى فطرتها ما بتسمحش لنفسها ان يعني تتحمل هذا الغثاء، خايفين على بناتهم وعلى عرض بناتهم وعلى اولادهم، ان حد ينساق وراء هذه الافكار المسمومه وينفذ الكلام الفارغ اللي الباشا ده قاله. واحنا طبعا كنا فاكرين زمان ان الشيخ جمال قطب احمد عبدون كان عمل له فخ في برضه مسألة إن الخادمة ممكن تبقى ملك يمين واتجوزها، وكان قال الكلام ده أحمد عبدون، وبعدين رجع نفاه الشيخ جمال قطب. موضوع كبير قوي، فقهي كبير قوي، ما يستحملش إن احنا نقعد في حلقة نعمل عليه إثارة وتراشقات، والراجل عايز يقوم والراجل عايز يقعد، وائل يقول له المجتمع مش عارف ايه. فده وائل الابراشي ملوش دعوه بيه، لانه في النهايه صحفي في موضوع بيتعمل عايز يناقشه. انما الشيء الغريب بقى ان احنا لسه بنصدق فكره انه في جماعه اسمها في مصر جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايه الجماعه دي؟ ما تعرفش جت منين. احنا عارفين ان الجماعه دي عملت صفحه على الفيسبوك، الكلام ده ايام انتخابات مجلس الشعب مع دخول حزب النور السلفي في المعترك السياسي، وبدانا كل شويه يقولوا لنا ايه، جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راحت لحلاق قالت له لو شفناك بتحلق دقن هنسويك. جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راحت روله خالصه قالت لك جالي واحد على العربيه وانا مش عارف سايقه في العربيه، وقفني في اشاره قال لي كلمتين، وبنت اختي قالت لي، وابن عمي قالت لي، وابتدوا يفعلوا الموضوع يكبروه في دماغ الناس. خلاص، وانتشر الموضوع شويه، وشفنا طبعا ردود التيار الدعوه السلفيه في اسكندريه ان هذا الكلام عاري من الصحه، وما عندناش جماعه اسمها كده، والمجتمع المصري مش موجود في كده اصلا، وخلصنا. هدينا شويه فاذا بنا نفاجئ ان شاب الله يرحمه ويغفر له قتله 2 ما نعرفش حاجه عنهم لحد دلوقتي، يعني لا اتمسكوا ولا اتشافوا ولا اتقالوا دول تبع مين. انما احنا فوجئنا ان الجرايد كلها النهارده، موقع صدى البلد بتاع ابو العينين سيراميكا كليوباترا، مش عارف في جريده الوطن بتاعت مجدي الجلاد ومحمد الامين، مش عارف ايه، كلهم راح داخلين في اتجاه واحد، قال لك ايه، قتل 2 من الجماعه الاسلاميه السلفيه شابا عنده 20 سنه. طب قتلوا ليه؟ قال راحوا الاثنين بدقون قابلوه في الشارع، قالوا له يا ابني مين اللي انت ماشي معاها دي؟ خلاص، قال لهم دي خطيبتي. قالوا خطيبتك؟ وهل في الاسلام انسان ممكن يمشي مع خطيبته من غير محرم؟ فقال لهم بس دي خطيبتي. قالوا انت كده بقى يعني واضح انك ما بتعرفش الاسلام. فايه العقاب؟ راحوا ضاربينه بسكينه في بطنه. كلام لو اتعمل في فيلم هندي وجبنا اميتاب باتشان عشان يشتغلوا، كلام رخيص. خلاص، يعني الحاجه دي تتعمل مثلا، او على راي اللي بيقولوا في افلام الخيال العلمي، حاجه لا تتصور، حاجه لا تتصور.
يعني معقوله جماعه الامر بالمعروف نهي عن المنكر ما بتروحش كوبري قصر النيل بتشوف الشباب اللي واقف حاطط ايده على كتف البنت وهيقع في البحر من كتر ما هم عمالين في عواطفهم وهايمين وسايبين الدنيا حواليهم هيتقلبوا في النيل؟ سابوا دول وهيمسكوا شاب ماشي مع خطيبته يسالوه ده مين خطيبتي يقتلوه. يعني على طول الرياكشن كده، دي خطيبتي يا عدو الله اتركوا احمد دي سكينه في بطنه. يا سلام على الحاجه، ده اللي يصدق. وبعدين بقت موضه جديده ان كل اب مبتلى الله يرحم ابنه ويصبره، ما يبقاش عنده شيء من العقل مباشره. اللي بيسمعوا في القنوات الفضائيه الواقعه من بعض الجهلاء خلاه مصدق ان ممكن يكون 2 دول سلفيين وقتلوا ابنه. شفتوش انتوا في تاريخ مصر بقى، تعالوا نتكلم بجد، على مدار من اول ما هذا النظام الفاسد وقع لحد النهارده، شفتوا في حد مشي غير قصة الشيخ حسني اللي هي المضروبة في الخلاط دي، اللي قالوا فيها انه قطع ودن القبطي وفي الاخر طلع ان الراجل ملوش علاقة بقطع الودن ولا حاجة، والحدوتة قصة تانية خالص، لكن الاعلام ما جابش الراجل ولا اعتذر له ولا عمل حاجة خالص. فانا مش عارف الى متى احنا داخلين على دولة عايزين نبنيها ونشوف ظروفها ونقف جنب رئيسها وننتظر حكومتها ونحط ايدينا في ايدين بعض ونقول يا مسهل يا كريم يلا بينا نبني بلدنا ونتحرك بقى ونبطل شغل ال3 ورقات بتاع الحواة بتاع الصحراء ده. انما مفيش فايدة برضو نفس القصة. ويعيب الناس علينا، انت عصبي، انت بتنفر الناس منك، انت بتزهق الناس باسلوبك. طب قولوا لي كلام زي ده في الظروف اللي احنا فيها دي ممكن يعمل ايه في المجتمع؟ قلنا لكم من ساعة ما الرئيس محمد مرسي جه خلي بالكم ان الخطة القادمة ان هيتصدر لنا في الشارع مخبرين بدقون. يا جماعة والله العظيم الكلام ده كان بيحصل، والله من وانا لسه مخلص كلية في المسجد كان بيجي ناس مخبرين من امن الدولة بدقون. وطبعا ان كان الواحد لسه في بداية التزامه ويا دوبك مخلص ثانوية عامة وكان يعني ايه داخل يا دوبك يعرف الاخوة والناس في المسجد كانوا بيبقوا عارفين ده مخبر ولا مش مخبر، ويخش الجامع ولابس جلابيه قصيره ويبقى قاعد معانا هذا النظام الطاغي هذا النظام الفاسد لابد. فعلى طول الاخوه يهرشوا لانه متآمر واهبل، فخلاص نقول له بس اهدى هدي اعصابك. يعني عايزين بقى نعقل الفتره اللي جايه. مش ممكن كل واحد لقى خبر ساقط في جورنال يعمل لي عليه حلقه. مش ممكن كل واحد يلاقي خبر ساقط في جريده ولا في موقع الكتروني يعمل لي عليه حلقه. ياما كنا بنسمع، وعلى الرغم من ذلك الإنسان العاقل يوزن الأمور. ما البنات السافرات الله يهديهن جميعا ويهديهم جميعنا يا رب ماشيين في الشارع. شفنا حد مرة نزل على واحدة راح مثلا ضربها بكرباج ولا قال لها أيتها السافرة عليك غضب الله وعمل. يعني احنا هنقعد نعيش في فيلم الشيماء والهجرة في الإسلام والكلام ده على طول؟ ليه مصورين الجماعة الملتحين دايما على ان هم في مجال يعني ناس ما تعرفش ناس ما عندهاش اي عقل، ناس ما اتعلمتش في جامعة، ناس ما تربتش في بيوت، ناس ما تعرفش التعايش في المجتمع، ما حسسنا ان احنا ناس غرب عن هذا المجتمع. فارجو ان احنا نتقي الله ونبطل بقى فكرة ان احنا نصدر رعب للناس ان كل واحدة هتمشي مش محجبة هنعمل فيها ونسوي فيها. الكلام ده اتقال كتير وثبت انه كلام هابط، واللي بيقولوا هابط واللي بيكتبوا هابط واللي بيدعوا الحلقة فيه اهبط منهم هما الاثنين. فنرجو ان الشارع المصري يعقل الامور بهدوء ويعرف ان دي هتكون حرب شرسة. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لن يسكت عليه ابدا. اوعوا تفتكروا انه ناس كتير، واكرر ان هذا الرجل كان بيبقى فيه ضابط ياخده نقيب كده ياخده بالعربية من بيته يحطه في البوكس وياخده يتحط في السجون والمعتقلات بتاعت امن الدولة ويعلقوه. انا اسف يعني قبل طبعا 25 يناير انه لما يبقى رئيس جمهورية ان هم هيقبلوا ده بسهولة. فهنتحرك على كل الاصعدة. هذا النت اللي احنا بنتكلم عليه ده اختراق فوق ما تتصوروا. من قلب الموساد الاسرائيلي نفسه بيبقى موجود ناس وتخش باسماء زي ما قلت لكم قبل كده، حاطط صورة الشيخ حازم وحاطط صورة الشيخ ابو اسحاق وحاطط المحب مش عارف للمنهج السلفي ايام الصحابة، التابع لدينه، المعتز مش عارف باسلامه. الكلام ده كله لا ينطلي على احد خالص، ويبتدي يشير اخبار ويألف حاجات. ونحاول نضغط على بعض الناس اللي بيبتلوا
يبتلون في أولادهم، ربنا يعافي أولادنا يا رب ويصبرهم على ما يبتلون به من أزمات ومصائب. طبعا احنا نزعل جدا انه في شاب 20 سنة يتقتل، بس ما بقاش المقابل على طول مباشرة ان احنا نفهم ان في حد سلفي على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح تسول له نفسه، وهو الذي يقرأ قول ربه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في بني آدم يا أخي، ده احنا بنبقى ماشيين بالعربية في الشارع ممكن تعمل حادثة عشان قطة عدت غلط ولا كلب عدى غلط، عايز تتفادى انك مش قادر تستوعب فكرة انك انت تدوس بعربيتك على قطة ولا كلب أعزكم الله، فتلاقي نفسك حاولت تخبط في عربية تانية. فيا ريت الفترة اللي جاية نتقي الله شوية. مش ممكن في أزمات مصر الطاحنة دي محتاجين نعرف إيه الخطط اللي هتتعمل عشان نبقى لبنة بناء في بلدنا، لبنة بناء مسلم ومسيحي، إسلامي وليبرالي، وفق التقسيم اللي اتحط في المجتمع. مش الإسلاميين اللي حطوه على فكرة، هم اللي كانوا بيقولوا دايما التيار الإسلامي السياسي. خلاص؟ فوفق هذا التقسيم، كبير وصغير، محجبة وسافرة، منتقبة ومحجبة، كل أشكال المجتمع الفترة اللي جاية دي يجب أن تتضافر جهودها لبناء هذا البلد. إيه اللي بشوفه في التعليقات بقى؟ يعني أول ما قريت الخبر بتاع الشاب اللي اتقتل ده الله يرحمه، تعليقات تحت الشباب بقى المغيب خالص اللي لا علاقة له بدين ولا علاقة له بسيرة ولا علاقة له بأي حاجة. إيه اللي يعملوا؟ منهم لله الإخوان، منهم لله السلفيين، بدأ عصر دولة الظلام. أنا طبعا ما أعرفش مين اللي بيعلق، ما هو خدوا بالكم بكرر تاني، احنا قلنا ان النت ده مخترق من كل الدنيا، إيراني هتلاقيه، إسرائيلي هتلاقيه، أمريكي هتلاقيه، عملاء من كل صنف ولون، ويخش ويعلق. منهم لله الإخوان، منهم لله السلفيين، الله يقاتلهم، بدأنا عصور الظلام، العودة العصور الوسطى، العودة هنقعد نتكلم القصص الطويلة دي التي سئمنا منها. اليوم اللي هنكتشف فيه ان اللي قتلوا الشاب دول ممكن يكون في قصة احنا ما نعرفهاش، او دول بلطجية، او دول ناس مرتزقة عايزين يثيروا الفزع في المجتمع من خلال اللحية والجلابية والموتوسيكلات بتاعت زمان دي، لحد ما نكتشف ده هيفضل الإعلان يدندن، الإعلام كل ليلة يدندن، هتلاقي كل القنوات ما عندهاش غير الخبر ده، ويتصل بأبو الولد: أيوة يا عم الحاج، قلبنا معاك، الله يرحم ابنك، قتلوه. أم دقون طبعا ممكن يكون راجل بسيط ما يعرفش إن أم دقون دول ممكن ما يكونش لهم علاقة لا بجماعات ولا بإسلام ولا ليهم علاقة بحاجة خالص. ممكن يكون شوية ناس صيعين منحرفين بياخدوا بيزنس سبوبة من فلول حزب وطني، من أمن ده، الله أعلم، الله أعلم. ولذلك محتاجين الفترة اللي جاية نفهم إن مجتمعنا هيحصل فيه من الحاجات دي كتير لضرب الرئيس، لضرب الرئيس في مقتل إنه من ساعة ما جه والخراب والأمن واللي وعدنا بيه. وافتحوا جريدة الوطن، جريدة الوطن بدأت قالت لك إيه؟ باقي من الزمن 99 يوم على وعد الرئيس مرسي، بكرة باقي من الزمن كان إحنا بنفتتح مشروع، عارف افتتاحات المشروع بتاعت المترو لما يقول لك باقي من الزمن 120 يوم 119 والارقام تنزل، نفس القصه. مش هيسيبوا الراجل يشتغل، هيحطوا له المعوقات والازمات، وهيبعتوا له ناس عند القصر الجمهوري، وكل شويه هتلاقي اي حد جه يخطب واحده قالت له مش عايزاك ومش قابلاك والشبكه قليله، هياخد بعضه يروح عند القصر الجمهوري يناشد الرئيس محمد مرسي يتدخل عشان يخلي خطيبته تحبه وترجع له. هنعيش في القصص دي كتير، فاتمنى ان احنا نفطن لها. احنا ناس عاقلين وناس واعيين لبلدنا وعارفين ان الاشاعات من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال لنا في القرآن: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. انا بتمنى الفترة اللي جاية شباب الإخوان وشباب الائتلافات الثورية والحركات اللي أيدت الدكتور محمد مرسي وتريد الاستقرار لهذا البلد، نحط ايدينا كلنا في ايد بعض. الدكتور محمد مرسي مش هينزل لما قال من ضمن الخمس حاجات الزبالة، مش هينزل بنفسه يعدي على كل حي يشيل القمامة زي ما كان في شباب بيكنس الشارع بتاعه. يلا قبل رمضان فاضل لنا 20 يوم على رمضان ولا 18 يوم نشتغل، ننزل نكنس شوارعنا ونلم زبالتنا ونطلب من الأحياء يجونا صناديق، ونحاول بقدر المستطاع نحط ايدينا في ايدين بعض. لازم يبقى في مراقبة مننا احنا. هو ليه المجتمع الأمريكي بيخوف رئيس، وليه المجتمع الفرنسي بيخوف رئيس، والإنجليزي بيخوف رئيس وزراء؟ عشان إيه؟ لأن دي ناس عارفة إيه حقوقها وإيه واجباتها. فإحنا مش عايزين النهاردة نخلي ناس تحط الزبالة في كل حتة ونقول الدكتور مرسي عجز.
احنا قلنا امبارح لما يحصل طفره في البرنامج، يعني مش متوقع طبعا انه في 100 يوم اي 3 شهور و10 ايام الدكتور محمد مرسي هيقضي على القمامه تماما في مصر، لان في ناس ثقافتها كده. في ناس، وعلى فكره ممكن يبقى واحد متربي وبنفس راكب عربيه BMW احدث موديل ومعاه وجبه مثلا من المطاعم المعروفه، وبعد ما يخلص يرميها على الطريق وهو ماشي. ده ثقافته كده خلاص. يعني ما عندوش فكره انه بيتاذى من انه هيلقي قمامه في الطريق، ما عندوش الفكره دي، ده ما بيضايقوش. في ناس يبقى واقع معاه كوبايه عصير واشوفه ماسك الشاليمو وعمل ويقوم رامي في الشارع وهو ماشي، ما عندوش ادنى مشكله. روحوا عند بعض الجامعات الخاصه عشان تعرفوا ثقافات كتير من الشباب، هتلاقي كميه ورق شيبسي وعصاير مرطرطه في كل مكان حوالين الجامعه. يبقى المفروض ان احنا ندعم الكلام ده في الاعلام، بان احنا نقول حملات زي ما كنا بنقعد نطبل كل يوم، نطلع حسنين ومحمدين زينة الشباب الاثنين ومش عارف ابوي، ونجيب اسره معاها ولد وبنت دول زي القمر، شعر مسبسب يا اخي، بيختاروهم بعنايه، وقاعدين على الشاطئ في الساحل الشمالي في مارينا والشمسيه، ويجيبوهم في احياء اللي فيها اراضي جولف وحمامات سباحه، ويجيب لك الراجل اللي عنده 5 عيال، العيال مبربره والعيال جلابيتها مقطعه والوليه نكشه شعرها، والراجل قاعد عامل كده قرفان من عيشته، ما تعرفش في ايه بالظبط، ما تعرفش في ايه بالظبط. ولذلك اتمنى من الله حطوا ايديكم في ايدين الراجل لله، تعالوا نجرب عشان خاطر بلدنا. محمد مرسي ده مش جوز والدتي ولا جوز والدتك، ولا هو كان مثلا اغتصب منك الحكم. محمد مرسي مواطن مصري أجير عند الشعب المصري، نساعد الأجير، نساعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عنده ناس بتساعد، بيتحرك في حدود طاقته في مساحات ما، انما مش هيجري. كان بيبعت ولاة في اماكن ويطمن، يقول لهم الوالي عامل معاكم ايه، المحافظ ده كويس ولا مش كويس، نساعده، نبقى ايجابيين. المرحله اللي جايه محتاجه كده، المرحله اللي جايه مش محتاجه ان احنا نقعد نصدر للناس تفاهات. نعم.